جناه يقولون ابوك انهزم وطفر بالمالات خارج العراق، قولي لهم ابويا ما ينهزم وباقي على قلوبكم. واللي يسالك يقول لك ابوك بعد عليه دعوه لين طلع مكفل بكفاله 4 اشخاص، قولي له الدعوه انغلقت غلق نهائي والقضاء العراقي العادل برال ابويا من كل التهم. واللي يفكر ابويا بعد ما يرجع انتظروا لابويا بيوم ال40 بكربلاء المقدسه باكبر موكب بالعراق. بالاضافه قولي لهم احنا ما ننهزم لين ما عندنا شيء مخالف للقانون ولا مخالف لله سبحانه وتعالى، وبالعكس احنا نلتجئ للقانون وللقضاء العراقي العادل. واكو اعلاميين يريدون يبتزون ابوك بفلوس حتى لا يطلعون يحجون عليه بالراي العام، وما يطلعون يهيجون الراي العام عليه. يقول لهم ابو جنه ما ينطي فلس الاحد، احنا ما ننطي خاوه الاحد، كل من يطلع يحكي علينا خليه يحكي. ورغم ما ردتوا تخلونا كيلو مخدرات بالمطعم حتى تهجمون بيتنا، واللي يريد يخلينا مخدرات هسه مسجون بالموصل. ابويا يبقى بالعراق ويوزع ويشتغل، وابويا واحد عراق. واقول لك شغله، الله يعلم ابوك ايش قد يتضايق مضايقات بالعراق، بس الله يعلم ايش قد. ورغم هذا احنا نروح ونرجع، لان اللي ما بي خير بالعراق ما بي خير برا، والما بي خير بين اهله وناسه ما بي خير برا. وحب اقول لكم اخوتي وتاج راسي، اني انظف من الليره الذهب، واللي يقول لكم انهزم حتى لا يتحاسب انتظروني بيوم ال40 بكربلاء المقدسه باكبر موكب بالعراق. واني مع القانون ومع القضاء العراقي العادل، والتجئ للقانون وللقضاء وما عندي شيء اخاف منه. واللي يقول لي ليش انهزمت، طالع سياحه اني والعائله وامن على بنتي وحرمتي حتى لا يصير لهم شيء. اني موجود وارجع وما انهزم، وما عندي شيء خالف القانون ولا يخالف الله سبحانه وتعالى. ويوم طلعت طيت علم للقوات الامنيه والجهات المعنيه، قلت لهم يابا اني راح اسافر، والدعوه مالي انغلقت غلق نهائي والقضاء العراقي العادل براني من كل التهم. وهاي الصفحات والناشطين والاعلاميين يطلعون يحكون علي ترى رادوا مني فلوس والله العظيم وما انطيت، قسما بمن احل القسم رادوا مني فلوس وما انطيت. واكو ناس كفرتني، واكو ناس توعدتني اني ساهلك، وانه منتجاتي لازم تنطر برا ولازم تنطر بالحاويات. كفروني والله العظيم كفروني وحللوا قتلي. ورغم هذا اني مستمر بالعراق واشتغل بالعراق وفلوسي موجوده بالعراق. ليش؟ لان اني مؤمن بالقضاء العراقي العادل، ومؤمن بقواتنا الامنيه البطله انه ما حد يقدر يسوي لي شيء بزود قواتنا الامنيه البطله. قسما بالله رادوا يخلوا لي مخدرات بالمطعم، قسما ولا اخذ روح ولادي، قسما بمن احل القسم. وسبحان الله، الله كشفهم من حكمه بالموصل. واكو ناس كفرتني وطلعتني من المله وانتم تعرفوهم، ورغم هذا استمريت واستمريت بالعمل وبقيت بالعراق. وهسه اريد اطلع امن على بنتي وعائلتي وانا ارجع، وانتظروني بيوم ال40 باكبر موكب بالعراق، راح يكون بكربلاء المقدسه. ما عندي شيء اخاف منه، اني لا بايق ولا ناهب، وجايبه فلوسي بتعب وبحلال، الله وكيل جايبه من حلق السبع. واشوفون هذول اللي يطلعون يحكون علي قابضين فلوس، بعض منهم مع احترامي للزينين والله بعض منهم قابضين فلوس قسما بالله ويهججون